بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم في الحقيقة حبيت نتشاركوا في طرح بعض التساؤلات حول وفاة العقيد التونسي، العقيد المعروف بمواقفه السياسية وربما توجهاته اللي هي في الحقيقة توجهات تخدم الصالح الوطني. لكن على الرغم من ذلك نشوفوا أنه هذا العقيد اللي هو سعى وبجهد مخلص في خدمة مصالح الجزائر يسعى أشخاص آخرون إلى تصفيته بصفة غريبة. هو السؤال المطروح: هل المسألة أو الفرضية أن هذا العمل هو عمل تصفية مطروحة، أو أن هناك خلاف في أوساط النظام الجزائري بشكل أن الصراع يصبح واضح أمام العيان ويصبح تصفية الشخصية الوطنية مجرد عمل بسيط وسهل رغم حالة الطوارئ، رغم حالة الاستنفار اللي راهي فيها القوات الأمنية، ورغم مؤخرا سمعنا أنه كاين الصحف الوطنية وربما حتى بعض التعليقات للقنوات الخارجية اللي تقول أن هناك ما يشابه نوع من الحرب على الفساد. فيا هل ترى أنه مجرد التفكير في الحرب على الفساد تؤدي إلى نتيجة الاغتيال؟ يعني كل إنسان يسعى إلى محاربة الفساد تكون نتيجته هي الاغتيال. هذه من جهة. من جهة ثانية السؤال اللي يطرحه المواطن البسيط: يا هل ترى أنه كل إنسان يسعى في بناء هذا الوطن يكون مصيره كما السي تونسي وكما جلال اليابس وكما شخصيات عديدة ربما وكان نسردها راح تكون القائمة طويلة. فالتساؤلات اللي يطرحها المواطن الجزائري وحاول أن نمثل في هذا التساؤل لأني مجرد مواطن جزائري طرحها في مرحلة من حياته السيد بوضياف، وطرحها ربما مسؤولين آخرين إلى هل النظام الجزائري فيه قدرة على القيام ببناء جزائر ديمقراطية تمثلها دولة القانون وتتأسس بشكل قوي نحو مسار ديمقراطي حر ونحو حماية الحريات والحقوق والملكيات وما شابه. وإحنا نشوف الأموال الجزائر كل يوم وربما كل شهر أو شهرين نسمع بفضيحة جديدة فيها تحويل آلاف المليارات، ليس مليار أو اثنين أو ثلاثة، ربما آلاف المليارات، وتكون بعدها نوع من المحاكمة ونوع من المهرجان الإعلامي ليستغلوا الكثير من الصحف في زيادة من مبيعاتهم. والنتيجة دائما نرجع إلى أنه في نهاية المطاف هذه الشخصية أو تلك ربما راح تكون هناك معطيات جديدة في وصلها القضاة على أنه هذا السيد بريء أو ربما ما عنده حتى علاقة بهذا الملف وإكسترا. النتيجة اللي نوصلوا لها: هل هذا الفساد هو أصبح هو المؤسس وهو القانون المعتمد في هذه البلاد، أو أنه هذا الفساد هو دولة موازية للدولة الجزائرية؟ إلى متى راح نبقاو في هذه الصراعات التي لا تنتهي والتي يطوف من حولها الكثير من الغموض؟ إلى متى تغتال شخصيتنا الوطنية ونحن نقف موقف المشاهد أو المتفرج دون أي حركة؟ إلى متى تنتهك أموالنا وحرماتنا وكل يوم نسمع فضائح على مستوى الصحف ونقف دائما موقف المتفرج؟ يا هل ترى نحن نؤسس لمنظومة جديدة اللي هي منظومة الفساد
لتصبح قاعدة في تسيير الدول؟ يا هل ترى التخلف في حد ذاته حجة لسرقة أموال الناس؟ يا هل ترى الفساد حجة لاغتيال الناس؟ يعني كثير من التساؤلات تبقى مطروحة، ونتمنى أن الشارع الجزائري أو المخلصين الجزائريين راح يلقوا لها في أحد الأيام إجابة مقنعة. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وأملي أن نجد إجابة لهذه التساؤلات اللي طرحناها. وفقنا الله لما فيه خير هذه الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.